فتحدثوا عن انقلاب عسكري. أي انقلاب هو؟ إنها إرادة الشعب. هؤلاء والله دعاة فتنة، ليس من الشرف أن يكونوا مصريين، إنهم بغاة وعليهم أن يتوبوا إلى الله. لو بقوا على هذا أقول لا يقرهم دين ولا يقرهم عقل ولا منطق، وعلى الدولة أن تتخذ حيالهم من الإجراءات القانونية ما تمنع خطرهم. تصدق ان انت بمحافظتك على كل ذره في تراب سيناء وكل ذره في كل تراب في مصر انها تفضل متحده حته واحده، ده دليل انك نفذت كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأن تدافع القوات المسلحة عن كرامتها، وأن تحمي مقدرات هذا الوطن، وأن تحمي أبنائه، ولو استعملت السلاح عند الحاجة فهذا واجبها. وبعدين بقى خليني اقول لك حاجه بصراحه كده، اوعى حد يشككك في ايمانك. القلب يطمئن لهذا. يوم ما لبست البدله دي ولبست البياده دي وضربت التعظيم ده وقفت في طابورك، انت بتأدي وظيفه مش عند القائد، عند الله. موقف القوات المسلحة أن تحمي الأرض والعرض والدم والمال، فإذا ما اعتدي على أفرادها وجب عليهم، لا أقول يجوز لهم، بل وجب عليهم أن يدافعوا عن أنفسهم. ما بتسمعش كلام قائدك وانت حاسس انك بتأدي وظيفة كبيرة. خلي بالك ربنا بيقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم هيبقوا أحسن منكم. هؤلاء مجرمون، هؤلاء بغاة، على الدولة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للقضاء على هؤلاء. لكن إذا اضطر الجندي اضطرارا لاستعمال سلاحه لكي يدافع عن نفسه وعن منشاته فليفعل. أنت أيها المجند في الجيش المصري أنت بتأدي وظيفة لله سبحانه وتعالى.